ازيكم عاملين ايه؟ هعمل معاكم النهارده الحمام المحشي فريك بطريقه جميله جدا وبسر اللون الذهبي الخطير ده. لو حابين تشوفوا انا عملت الحمام الجميل ده تابعوا معايا بقيه الفيديو وشوفوا انا عملته ازاي. اهو الفريك اهو كنا نقعينه كده حوالي ربع ساعه كده في الميه اهو. هنبدا بقى نصفيه وطاسه سخنه على النار وهبدا اقول لكم هنعمل ايه. عشان نعمل فريك بقى معانا هنا حوالي 3 معالق كبار سمنه هننزل بيهم على الفريك اهو. هنديله بقى تقليبه كده. هنفضل بقى نشوح فيه كده نقلبه لغاية لما كده ريحة الفريك تظهر معانا وتبقى فعلا ريحتها حلوة يتحمر معايا كده تحميرة ننزل عليه على طول في البصل. هحمره وأوريك قبل ما ننزل البصل. لونه اصفر معانا هنبدأ بقى ننزل بمعلقة من الفلفل الأسمر أهي، معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر. بعد ما لونه اصفر معانا بالشكل ده كده معلقة صغيرة كده من الحبهان أو نص معلقة. وننزل بقى بالبصل معانا اهو حوالي 4 بصلات كبار كده ننزل بيهم مع الفريك ونديه تشويحه كده مع الفريك بالشكل ده. هننزل بقى بمكعب مرقه اهو مع البصل، معلقه صغيره كده مليانه من الملح اهي. ده فريك الضحى اهم حاجه تجيبوا نوع فريك كويس عشان ميبقاش مش نضيف معاكم. هننزل بقى اهو عليه بقى ميه مغليه، كوبايه ميه مغليه بالشكل ده، وكوبايه كمان اهي من الميه المغليه اهو. اهو زي ما انتم شايفين كده كمية المية مغطية الفريك بالشكل ده. اول بقى لما يتشرب معايا هغطيه واغطي عليه واسيبه بقى يستوي زي الرز لغاية لما يستوي وابدأ لكم هنعمل ايه. عشان نحشي الحمام بقى معانا هنا بصلتين كبار عليهم واحدة مرقة وحبة ملح ورشة فلفل ورشة حبهان. هنبدأ بقى نضربها مع بعض ضربة صغيرة في الكبة بالشكل ده بحيث انها تبقى ولا ناعمة ولا خشنة، وهنبدأ ندعك بيها الحمام بتاعنا. هوريكم هنعمل ايه. معانا بقى البصل اهو اللي احنا ضربناه في الكبه، ومعايا الحمامه اهي هبدا ادعكها من جوه كده بالبصل بالشكل ده كده اهو. اهو ده بيخلي بقى الحمام بتاعي مفيهوش اي ريحه زفاره ويبقى ريحته جميله وطعمه جميل. ده قبل ما احشيه بالفريك او الرز اللي انتوا هتحشوا بيها اهو. هنخلص كل بقى الكميه بتاعتنا بنفس الشكل، ندعكه كله جوه من جوه كده بالبصل بتاعي، وبعدين هوريكم بقى بعد ما الفريك يستوي واحنا بنحشيه. فريك اهو بعد ما سيبناه يستوى، يعني مش بيستوي سوا كامل عشان نكمل سواه في اهو شكله عشان يكمل سواه في الحمام. هنبتدي بقى ناخد حبة بحبة كده ونحشي بيه الحمام بتاعنا. ماي الحمام اهو هنبدأ نحشيه، بس طبعا هنسيبه يبرد خالص الاول، وبصبعنا كده بقى هنبدأ ندخل الحشوة كلها جوه الحمام بالشكل ده اهو. اهو بعد ما حشيناه كده حبة بالرز اهو هنبدأ بقى نظبط شكل الحمامة كده بايدينا بالشكل ده اهو، بحيث ان الرز يدخل جوه الحمامة كلها اهو بالشكل ده. ادي الحمامة اهي اتعملت بالشكل ده اهي. اهي زي ما انتم شايفين كده اهو حشيناها لغاية لما وصلت معانا للحجم ده كده. مش هنملاها على الاخر عشان ما تفرقعش معانا في الحلة اهو. في الاخر بقى هنقفلها عندي بالكبدة والقنصة بتاعت الحمامة اهي. هنقفلها من تحت كده اهو زي ما انتم شايفين اهو عشان الرز ما يقعش. والقفلة بقى بتاعت الحمامة بنزق الرجل بتاعتنا اهي بالعكس كده الناحية التانية اهو. اهو بقى هنبدأ بالرجل بقى هنعكسها بالشكل ده اهي. هنشدها اهي بالشكل ده، هنضغطها بقى لتحت كده ونقوم مدخلينها اهي في الفتحة هنا بالشكل ده اهو. والتانية بنفس الطريقة بالعكس اهي من تحت اهي بالشكل ده.
والتانية كده بندخلها من تحت رجليها اللي احنا دخلناها اهو بالشكل ده. كده بقى الحمامة مقفولة، مش هيطلع منها اي حاجة خالص. اللي حابب بقى يخيطها دي الطريقة دي احسن من التخييط بكتير. ومن فوق بقى دخلنا القنصة من تحت، الكبدة من فوق من عند الرقبة اهو عشان ما يطلعش رز. اللي مش عنده كبدة وقنصة مثلا وعايز يقفلها اكتر، ممكن بحتة بصلة صغيرة تقفلوها. ادي الحمام اهو بعد ما اتحشى بالشكل ده. هنرجع بقى نحشي بقية الكمية وهوريكم بقى هنسلقه ازاي. اهو حطينا مية تغلي وسقفنا فيها الحمام بالشكل ده. هنحط عليه بقى رشة فلفل اسمر ورشة ملح ورشة حبهان اهو بالشكل ده. ومكعب مرقة اهو. وهنبدأ بقى نغطي عليه ونسيبه لغاية لما يستوي، وهوريكم هنعرف منين انه استوى. كمان بقى بصلايه كده وهنحطها معانا في الشوربه اهو. كمان معانا اهو قعد ساعه، حوالي ساعه على النار استوى. عشان نعرف بقى من ان هو استوى، بنمسك الحمامه كده بندوس على الجناح بتاعها. شايفين الجناح اتفتح ازاي اهو اهو كده، معناها ان الحمامه بتاعتنا استوت اهي. هنطفي عليها بقى ونطلعها في اي صينيه عندنا اهو. طلعنا الحمام بقى عشان ريحه الحمام تطلع حلوه بقى معانا. اول لما يطلع وهو سخن كده نحط عليه رشه فلفل ورشه حبهان كده، بيديله ريحه جميله جدا. بس كده، وهنسيبه بقى لغايه لما نيجي نحمر وهقول لكم هنحمر ايه نعمل ايه. تركية كده بتخلي بقى لون الحمام ذهبي وجميل جدا. معانا معلقتين لبن على رشه فلفل اسمر، بندهن بيه الحمام كده بالفرشه بالشكل ده اهو، باللبن اهو قبل ما نحمره. بيخليه لونه ذهبي ولونه جميل جدا في التحمير، زي اللي بتشتروه من بره واحلى كمان. بقى الصلصه كده اهو. الصلصه بقى هنسخنها اهو، وهننزل بقى باي ماده دهنيه عندنا تحبوا تحمروا فيها. ومعاها الحمام هنحمره بقى على الناحيتين. اول ما يحمر من الجنب التاني هنقلبه على الجنب التاني، وهتلاقي لونه بقى ذهبي وجميل. هوريهولكوا بقى بعد ما احمره. ده شكل الحمام اهو بعد ما اتحمر. شايفين اللون الذهبي الجميل اللي بنشوفه بره ده اهو؟ ده السر اللي قلتلكوا عليه، بيخلي لونه ذهبي وجميل جدا جدا. والطعم مش عايزه اقول لكم خطير. جربوه بالطريقه دي هيعجبكم جدا. ما تنسوش طبعا لو مش مشتركين في القناه تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، وما تنسوش اللايك والشير. اشوفكم على خير، باي باي.